هو الحقيقة مش عارفة أنا بس اللي بعاني في الموضوع ده ولا في ناس تانية بتعاني زي. أنا واحدة مريضة سكر ومريضة غدة ومريضة حمى بحر أبيض متوسط. أبسط حقوقي في هذه البلد إن أنا ألاقي الدواء بتاعي. أنا مش طالبة حاجة أكتر من كده. عايزة أصحى الصبح آخد دواء الغدة بتاعي، لأني لما باخدهوش يوم التاني التالت ببقى متعصبة، ببقى تعبانة، قلبي بيتأثر، جسمي بيتأثر. فده حق من حقوقي إن أنا آخد هرمون تعويضي جسمي ما بيفرزهوش. مش طالبة حاجة من الدنيا أكتر من إن الدواء يتوفر. حقي الاقي انسولين، الاقي دواء السكر بتاعي، حقي الاقي دواء الحمى بتاعي. حقي. ابسط حقوق. في ادويه كتير جدا ناقصه. احنا بننزل دلوقتي، اي دكتور بيكتب روشته، السؤال الاولاني بيبقى ايه؟ دكتور الدواء ده موجود ولا مش موجود؟ طب لو مش موجود ليه بديل ولا ملهوش؟ لو انا بقول حاجه غلط قولوا لي انت بتقولي حاجه غلط. بس في امراض مزمنه بتصحى الصبح لازم تاخد كل يوم الدواء بتاعها، لانها لو ما خدتهوش